في المراحل عن ارتياحهما لدينامية الشراكة الاقتصادية الثنائية ومواصلة التقارب بين كل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين بالبلدين، خاصة وأن فرنسا تظل الشريك الاقتصادي الأول بالمملكة المغربية. وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي لتعزز التزام البلدين بالعمل سويا على تكثيف مجالات التعاون المختلفة بين البلدين الصديقين. يشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد فرانسوا هولاند بحي مغوغة بطنجة على تدشين ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، ورشة وإنجاز كبير باستثمار إجمالي قدره 640 مليون درهم. والورشة جزء من مشروع الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء الذي يشمل سلسلة من الإنجازات المرتبطة بهذا المشروع الهام الذي سيؤمن خطا حديديا بين طنجة والقنيطرة وبناء العديد من المحطات والمنشآت السريعة. سيكون المغرب بفعل إنجاز هذا الخط الأول للقطارات فائقة السرعة أول بلد إفريقي عربي يمتلك منظومة للنقل السككي من مستوى تكنولوجي عال، والذي سيفسح الطريق أمام إنجازات مستقبلية ذات وقع كبير على العلاقات المغربية الفرنسية التي تحقق اليوم بفضل زيارة الرئيس الفرنسي لبلادنا بدعوة من جلالة الملك تعاونا إيجابيا بين البلدين ينمو ويتطور ويعزز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين. مشروع القطار الفائق السرعة تكريس للسياسة الملكية الطموحة لتأهيل كل جهات المملكة وتجهيزها ببنيات النقل واللوجستيك. وقد تمكن المغرب بحمد الله خلال 15 سنة الأخيرة بفضل سياسة الأوراش الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من تطوير البنيات التحتية بشكل كبير. وتهدف هذه السياسة الطموحة إلى تهيئة وتجهيز بنيات النقل واللوجستيك التي من شأنها أن تتيح لهذه المناطق نموا اقتصاديا واجتماعيا متكافئا. ولأجل تطوير نظام النقل الوطني وإعطاء الأولوية للنقل المتعدد الأنماط وحماية البيئة، يتبين أن تكنولوجيا السرعة الفائقة بفضل مزاياها المتعددة هي الحل الأنجع والخيار الأمثل الذي يندرج بشكل طبيعي في مسلسل تنمية الشبكة الحديدية الوطنية. ومن هذا المنطلق انخرط المكتب الوطني للسكك الحديدية في إنجاز المخطط المديري لخطوط السرعة الفائقة بهدف بناء شبكة على طول 1500 كيلومتر مكونة من محور أطلسي يربط طنجة والدار البيضاء وأكادير، ومحور مغاربي يربط بين الرباط وفاس ووجدة. ويعتبر مشروع الخط الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء أولى مراحل هذا المخطط المديري، إذ سيمكن من تحسين جودة العرض من خلال تقليص مدة السفر والرقي بمستوى الخدمات وكذا الراحة والسلامة المقدمة للزبناء. يضم هذا المشروع تهيئة منشآت محطتي القنيطرة وطنجة وبناء الورشة المقامة هنا لصيانة القطارات الفائقة السرعة واقتناء 12 قطارا فائق السرعة وبناء محطات جديدة للقطار الفائق السرعة بطنجة والقنيطرة والرباط أجدال والدار البيضاء المسافرين، فضلا عن تصميم العرض التجاري وتهيئ استغلال وصيانة البنيات التحتية والقطارات. وعلى مستوى الأهداف سيمكن خط القطار الفائق السرعة طنجة الدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين للمملكة، وذلك بتقديم حل ناجع لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على التنقل، كما سيمكن من رفع عدد المسافرين إلى 6 ملايين سنويا على هذا المحور وخلق 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر. ورش مندمج كبير في صلب الاهتمامات الكبرى
ويحتل مكانة متقدمة في الاستراتيجية الوطنية والثنائية للبلدين الصديقين، سيعطي لا محالة دفعة جديدة لتطوير وتنمية مجالات متعددة، ويعزز جاذبية وتنافسية المغرب في الحوض المتوسطي. وتضيف طنجة بهذا المشروع الكبير الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم والرئيس الفرنسي يوما آخر من أيام التطوير والتحديث، ويتحقق من خلال هذا الإنجاز لعروس البوغاز مستويات جديدة من التطور ومن الرقي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وميادين تطوير المرافق العامة. هكذا أصبحت طنجة تحتل مكانة لائقة بموقعها بمواصفات وفضاءات وأوراش ذات إنتاجية استثمارية متكاملة مندمجة نموذجية في التنمية المستدامة. وبفضل هذا الإنجاز الكبير وغيره من الإنجازات الكبرى وبكل هذه المخططات والمشاريع يتعزز المسار الاقتصادي والاجتماعي الذي حدد معالمه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ويسهر على تتبعه وتفقده من خلال أوراش وطنية وأوراش مشتركة مع الأصدقاء الفرنسيين عبر كل الجهات، بما يدفع بالوطن الكبير في اتجاه التحول المبهر والمنشود، ويحقق بالتالي التطور والتقدم، ويؤمن الاندماج الشامل في مخططات التنمية الوطنية المستدامة. المغرب وفرنسا تعاون مشترك وترابط وأهداف وتوجهات موحدة، وعاشت الصداقة المغربية الفرنسية، وعاش قائد البلدين اللذين يؤمنان لبلديهما مزيدا من الأمن والأمان والاستقرار.